معايا طالبة بسملة من الطلاب اللي من قبل ما تجيلي تالتة ثانوي. بسملة قصة ملهمة جدا جدا، شطارة، أدب، حفظ قرآن، حلاوة، مفيش غلطة، بسم الله ما شاء الله. أسرة متدينة جدا. الاسم، المجموع، درجة الفيزياء. بسملة محمد بدوي، المجموع 96.9%. علم رياضة، هندسة منوف الإلكترونية عشان ما كنتش عاوزة أضمنها. هي دخلت هندسة منوف إلكترونية، هي رايحة الكلية لهدف معين. هي حتى كانت استشارتني أول ما جابت المجموع، هي حاطة في دماغها هدف. هي جايبة 96% علم رياضة، من الأوائل طبعا أكيد على المدرسة. ترتيبك الكام على المدرسة؟ الأولى. الأولى؟ الأولى على مدرسة إيه؟ عمر الوكيل. عمر بتلخبطي بينها وبين ايه؟ عمر مكرم. عمر مكرم دي بنين يا بنتي، هتلخبطي بينهم ازاي؟ بص، انتوا شايفين احنا مسلقينها الثلاث اربع دقايق دول تتكلم، ربنا يستر، لان دي عندها كلام حلو قوي يتقال. هو انا لما عملت مسابقه حفظ القران ما اشتركتيش فيها ليه يا بسمله؟ صراحة لأن الثانوية العامة كانت مثلا ركزت فيها أكتر من القرآن، وما حبيتش أدخل وأنا مش قد المسابقة ديت، لأن بتأثر على عملك النفسي وعلى مذاكرتك وكده، وده أهم حاجة بينك وبين ربنا، إنك تهتم بالقرآن وكده. فما كنتش حاسة إن أنا على قدر كافي من الحاجة ديت، وللأسف ساعتها تعبت. هي ما شاء الله حافظه القران كله، حافظه القران كله. هي بتقول لك هي لا، هو السر ان هي كانت محافظه على قراءه القران طول السنه، بس هي ما حبتش تضغط نفسها، لان السنه دي كانت مركزه اكتر مع الثانويه العامه، ما كانت خايفه تخش مسابقه يحصل ما تطلعش مثلا كويسه في المسابقه وهي حافظه القران كله، ياثر على نفسيتها. بسمله، وانت اتكرمتي عندي معايا كم مره؟ الحمد لله، في أغلبية التكريمات اللي أنت كرمتها. كل التكريمات اللي انا كرمتها هي اتكرمت فيها. بسمله، انا بص، انا خايف اتكلم في الموضوع ده، بس انت عارفه ان انا زي بابا. وفاه بابا السنه اللي فاتت وانت في اولى ثانوي، فرقت معاكي؟ أكيد، لأن بابا الله يرحمه كان متفاهم معايا جدا، وكان بيعزني خالص يعني. وبمعنى صح كنت انا زي بابا وبعزك خالص الصراحه. بمعنى صح كنت الدلوعة بتاعت البيت وكده، فان هو مثلا يجي مرة واحدة وكده، فهو كده كده قضاء ربنا، ومنقدرش نقول الا غير كده. فالمهم اخدت قرار ان انا ان شاء الله في الثانويه العامه ربنا يقويني، ان انا برضو ارفع راسه، وان برضو انا اسمه في الارض. يعني انت كنت اصغر اخواتك وكنت دلوعه بابا. انا عرفت انه كان ميت وقاعد جنبك. فعلا. يعني هو يعني كان معايا، ربنا يرحمه. بس انا اعتقد دلوقتي ان انت يعني حاجه عظيمه قوي. بسمله، اتالي اللي يعرفك لازم يحبك بجد، يعني بجد انت من الناس الجميله قوي. حفظ قران ما شاء الله، مذاكره، كل المسابقات، كل التكريمات، انت طالعه الاولى، طلعت الاولى على عمر الوكيل. قولي لي بقى، انت داخله هندسه الكترونيات ليه؟ اولا القسم ده هو المستقبل، وان هو مجالاته متوفره كتير للبنات. هم في البيت كانوا عاوزين ندخل بترول ويقدموا الورق على كده، بس بالله عليك، قمر زي ده يخش بترول؟ هتخش بترول تشتغلي ايه؟ فالمهم قلت لهم بسفر بقى بسافر المنوفيه. فالمهم هي المنوفيه مش احسن حاجه يعني كمكان. مالها المنوفيه بت؟ القصد كمكان، يعني مش هتكون مثلا بس ككليه لا معتمده، والحمد لله فيها ناس كتير حلوه، وانت ما شاء الله يعني حضرتك شكرت فيها. ايوه طبعا، القسم الالكترونيات كمان زي ما انت قلتي، مجالات العمل ليه دلوقتي كويسه جدا. وانت عرفتي الاقسام ايه اللي في الكليه اللي انت ناويه تخشيها؟ في عندهم 4 اقسام، اللي هو حاسبات واتصالات ومش عارفه الكترونيات باين او روبوتكس، وفي برضك اللي هو ذكاء اصطناعي. لا ما فيش ذكاء اصطناعي، وفي بقى حاجه اسمها فيزيقيه وكده. بس انت متارجته عايزه ايه؟ يا اتصالات يا حاسبات. ما هو الكومبيو كوميونيكيشن اللي هي اتصالات وحاسبات، هي دي المستقبل فعلا. والباشا بقى هيبقى كده ماسك بقى اسمها يا رب يعني، يا رب. الامن السبراني والحاجات بقى الجميله ديت، والناس اللي بتقبض بالدولارات، وانت اصلا كده ايه، شكلك اجنبي، شكلك دنماركي تقريبا. ده والله احنا ما شاء الله العيله كلها كده دنماركيين. طب انتوا عشتوا في مصر من امتى كده؟ والله احنا مش عارفين احنا جينا هنا ازاي. انا عايز ماما بعد ما بابا توفى والدلوعه بتاعتها اخر البيت، يوم النتيجه بتاعت ثانويه عامه، احكي لنا كده عملتي ايه؟ هو عامه يعني العيله عندي راضيه جدا، والمشكله ان انا كنت مصوره لهم ان انا هجيب في الثمانينات. خلي بالك الحته اللقم دي بتنجح برضو مع بعض العائلات. مصوره لهم ان انا هجيب في الثمانينات. كملي النصابه اللي انت عملتيها. لان المشكله في ان انا اتصور كده ان انا كنت داخله امتحان الفيزياء قلقانه، كنت قلقانه جامد. يعني انا جبتي كام في الفيزياء؟ للاسف 54. لا حول ولا قوه، معلش. مشكلتي في الفيزياء اللي انا دخلت متوتره، يعني انا كنت داخله امتحان العربي، انا بقول لهم في البيت انا خايفه اخلص عربي عشان هدخل فيزياء، مش خايفه من العربي. فالمهم جينا في الفيزياء بقى، انا في سؤال ما لحقتش احله، وفي سؤالين انا غيرت اجابتهم، كانوا هما يعني 3 اسئله كانوا بدرجتين. انا دايما بقول على فكره، توترك وضغطك في اللجنه ممكن يعمل كده، بس في الاخر قدر الله ما شاء وصلت للهدف اللي انت عايزاه. تحيه للباشمهندسه القمر.